مشكلة بنوتة كلمتني وكانت زعلانة جدًا ومنهارة، العلاقة في حياتها انتهت ومش عارفة تتخطاها. كمية ال الظلم والعياط اللي سمعتها منها توجع القلب، وأكيد في بنات كتير جدًا مرّت بالمرحلة دي إن كانت خطوبة واتفشكلت أو جواز وانتهى بطلاق ومش بنعرف ننسى. الحقيقة أنا بعد ما اتكلمت معاها كتير صممت أعمل الفيديو ده علشان هي كل ما تيجي تفتكر تسمعه وتنسى. أنا عشان أنسى لازم أتناسى. عشان أوصل لمرحلة إني أتناسى في حاجات كتير لازم نعملها. أولًا رقمه اللي على الموبايل يتمسح تمامًا، ورقم خالته وعمته وباباه ومامته وجيرانه وكل حد متعلق بيه، حتى لو علاقتي كويسة بيه هامسحه الفترة دي تمامًا. ثانيًا الرسايل بتاعته هتتمسح من غير ما أدخل فيها وأقراها، لإن ساعات بيبقى خالص الشات بيننا وباروح قارياه تاني قبل ما أمسحه، فابقى عايزة أرُد على الرسالة دي فيبقى في مجال للكلام بيننا. لأ، أنا الشات من برّه كده بتاع الواتس أو الماسنجر هيتمسح من برّه قبل ما أدخل فيه أصلًا. delete لأرقامه، delete للشات بتاعه، delete للصور بتاعته كلها، صور الفرح، صور الخطوبة، صوري مع أخته، صوري مع خالته، الصور كلها تتمسح. الفيديوهات اللي كانت بيننا وإحنا في المطعم وإحنا مش عارفة فين كلها تتمسح، علشان عيني ما تشوفهوش، فعقلي ينساه، فقلبي يمحيه. كل حاجة هتتمسح. أنا مش مع خليكِ قوية وإيه يعني كأن رقمه مش موجود عندِك وما تعمليش بلوك أنتِ قوية. لأ، هو أنتِ في المرحلة دي ما أنتيش قوية. بلوك، بلوك للواتس، بلوك للماسنجر، بلوك للتليجرام، بلوك لكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي جمعتِك بينه. بلوك، بلوك هنا، بلوك هنا. وعشان دول يبقى فيهم بلوك لازم على موبايلِك بلوك. علشان ما ادخلش يا حبيبتي والاقيه متصل الآن، فإيه ده هو متصل الآن، هو بيكلم مين، هو نساني بسرعة كده، هو سهران للساعة 3 و4 الفجر مع مين؟ أنا مالي؟ فعشان ما اوصلش لده هتوصلي له غصب عنك. بلوك. بعد كده بقى لما تبقي قوية بيفكي بلوك، مع ان انا يعني شايفة انها هتفكي لي اصلا يعني. طيب مسحت الصور وبلوك على كل حاجة ورقم طنط وعمه كله خلاص. المكان اللي مشيتي فيه معاه مش هتمشي فيه اصلا. المكان اللي رجله متعودة تروحه مش هتروحيه. المكان اللي فيه بيت خالته خالة باباه مش هتروحيه. الشوارع كتير الحمد لله وكلها بتأدي لنفس الطريق اللي انت هتروحيه، فمش هتروحيه. مش هتروحي المكان ده خالص علشان تنسيه. لما بعد كده تحسي ان انت فقتي منه اصلا ونسيتيه ونسيتي تفاصيله، يبقي روحي يا ستي الاماكن دي عادي، ما فيش اي مشكله. ساعتها هتشوفي كانك مش شايفاه خالص. ولو اني برضو ما احبش ان انت تروحي الاماكن اللي هو بيروحها اصلا، بس هيجي يوم ولما تروحيها مش عادي. شفتيه بقى بعد الفتره دي صدفه ولا كانك شايفاه. ما تحاوليش حتى تلمحيه بطرف عينك كده، علشان بقى لا تقولي ده طول، ده قصر، ده مش عارف ايه، ده لابس دبله تانية، ده خطب. انا مالي. واعرفي يا حبيبتي ان انت بعدتي عنه علشان انت مش عايزاه، علشان الصفات بتاعته مش هتنفعك، مش لايق عليكي. الاساس والاصل في فتره الخطوبه ان دي اجمل فتره في حياتك. لما تبقى اجمل فتره في حياتك وحشه يبقى اللي جاي ايه؟ اوعى حد يقول لي اصل بعد الخطوبه انا هعوده على طبعي، اصل بعد الخطوبه هعودها على طبعي. محدش يا جماعه بيتغير بعد الجواز للاحسن. على فكره هو المرحله دي هو بيتجمل عشان يوريكي احلى ما فيه. امال لما هو كده بيتجمل امال ايه؟ اوعي تاخدي حد بيشتمك وبيهينك. اوعي وانت بتتشتمي في بيت اهلك عشان تقبلي الشتيمه. اوعي تاخدي حد وتقبلي حد بيمد ايده عليكي بحجه انه عصبي. لا، الراجل ما يمدش ايده على واحده. الراجل ما يكسرش ويرزع قدامها فيرهبك ويخوفك، يقولك معلش انا اسف ويطبطب عليكي، انا اسف يا حبيبتي اصل عصبي. انت بتكسر لي دلوقتي مش عارف ايه، ما نتجوز هتكسر ايه على دماغي؟ ايه ده؟ وانت بتشوفي كده في بيت اهلك عشان تقبلي ده وبحجه انا اسف اصل عصبي شويه؟ لا لا. ليس القوي بالصرع وإنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. ده القوي، ده الراجل. اوعي تقبلي تاخدي حد مش راجل. اوعي، الرجاله كتير. ما تقبليش يا حبيبتي تاخدي حد بتتكلمي معاه بتحكي له، مفترض انه صاحبك قبل ما يبقى خطيبك اللي هيبقى زوجك، هو هيبقى صاحبك. المفروض انك تبقي امه وهو يبقى لك اب، تبقي لي انت ام
بحنية الام، بحنان الام، وهو يبقى لك اب بامان الاب، ويبقى لك اخ وصديق ثم زوج. دي العلاقه الناجحه. ما تقبليش اصل ان انت تيجي من بره تحكي له ده حصل كذا وكذا وانا عملت كذا، حتى لو غلط احكي لغلط، لان الاصل انه هيفهمك، مش الاصل انه هيزعقلك، مش الاصل انه هيعايرك. ما تقبليش تاخدي حد يقولك انت فاكره من سنتين لما شفتك واقفه مع مش عارف مين مع زميلك فاكره. اوعي تقبلي تاخدي حد مش راجل، اوعي. الصفه دي ممكن تبقى فينا احنا كبنات، ناقصات عقل ودين، ممكن تبقى فينا ولو انها غلط برضو، ما ينفعش نعاير. لكن لما تبقى في راجل، ازاي تقبلي واحد يقولك انت فاكره اختك لما قالت لك مش عارف ايه، فاكره اخوكي، فاكره المشكله بتاعت خالتك ده اهلك بيقولوا عليكي كذا، ده انت فاكره لما قلتي. طب ما انا المشكله اللي انا قلت فيها كذا، اللي شفتني فيها مش عارفه بعمل ايه، انت عاقبتني عليها وانا اتاسفت وابديت كل اسفي وندمي. ايه اللي بعد سنتين انت شايفه وانا شايف؟ اوعي تاخدي حد مش راجل، ان الصفات دي لا تمت للرجوله بصله. اوعي تاخدي حد اهله مش شبه اهلك. اوعي تاخدي لو اهلك من النوع الحنين اللي على طول انت فين بتعملي ايه كلتي ايه شربتي يلا حبيبتي تعالي كلي، فتقومي تاخدي حد اصلا لا مامته حنينه ولا باباه حنين ولا هو حنين. ما تاخديش حد اهله مش شبه اهلك. ساعتها انت لو حصل لك اي حاجه مش هيسالوا عليكي بالتليفون وهتزعلي. انت بتزعلي ليه؟ ما هم اصلا طبعهم كده. خدي اللي اهله شبه اهلك واللي تربيته شبه تربيتك. ما تجيش تقولي اصل انا بعد الجواز هغيره. ويا جماعه الفتره دي اهم فتره، حطي شروط. انا لو عايزه حد حافظ القران الكريم هقول له انت حافظ القران الكريم، حافظ كام جزء منه. انا لو عايز واحده حجابها كذا، ما اقولش اصل انا هلبسها الحجاب بعد الجواز، لا. ما اصل انا خدتها بتشتغل وهبطلها الشغل بعد الجواز، لا لا. خدي انا عايزه واحد حنين، انا طبعي كده مش هعرف اعيش مع واحد مش حنين، مش هعرف اعيش مع واحد ما بيهتمش بتفاصيلي، فيبقى انا هقول انا عايزه 1 2 3، انت كده ولا لا. طب لو تظاهر بده في الاول صدقيني فتره الخطوبه بتبين. حطي شروط وشوفي هتنفع ولا لا. والحب مش كل حاجه، الحب مش كل حاجه. لازم مع الحب في موده وفي رحمه، لازم مع الحب في عيله، لازم مع الحب في اصول، لازم مع الحب واحد يسال عليكي. ما تاخديش واحد في اجمل فترات حياتكم يا حبيبتي في الخطوبه انت عماله تجيبي له طول ما انا ماشيه عجباني النضاره دي، ايوه حبيبي انا جبت لك النضاره دي، ايوه حبيبي الساعه دي حلوه قوي عجبتني. انا مش بقول ان ده غلط، لان الحب اجمل حاجه وده الطبيعي بين المحبين، انك تبقي دايما عايزه تديله نور عينيكي. بس حبيبتي هو لازم يرد ده، لازم يرد. لازم هو يجيب حاجه انت تجيبي حاجه ويجيب 10، لازم يرد ده. لو ما ردش ده في اجمل فترات حياتكم مش هيعبرك بعد ما تتجوزي، مش هيعبرك اصلا. ما تاخديش واحد بينسى عيد ميلادك وبينسى وتقولي اصل هفكره ايه، اصل معوش فلوس وانا بنت ناس وهستحمل. حلو صح، وهاتي انت لو معوش فلوس وكملي له انت كمان، مفيش مشكله. لكن ما تجيش تقولي اصل معوش فلوس وتلاقيه جايب لنفسه لبس، جايب لنفسه لسه نضاره جديده، لا. ايه ده؟ ما تقبليش ده، ما تقبليش ده. زي ما بتجيبي له لازم يجيب لك ويبقى اكتر كمان. ما تقبليش اللي ما يسالكيش انت فين وبتعملي ايه ورايحه فين وجايه منين، اكلتي واتغديتي ولا ما اتغديتيش، لان الصفات دي اولويات الحنيه. اصل والله هو مشغول عنك يبقى ما ينفعكيش. مشغول في شغله وانا ادعمه واساعده في شغله، بس في وسط شغله يسالك ان كنتي انت تعبانه يطمن عليكي، ان كنتي بعد كده لما تتجوزي ان شاء الله ولو بتموتي يقول لك روحي خدي مامتك ولو باقي معاكي انا مش فاضيلك روحي للدكتور وبيطمنيه، ده لو اطمن عليكي. خدوا بالكم من التصرفات الصغيره دي، ولو نجيتي منها فصدقيني ربنا بيحبك. والرجاله كتير ما تزعليش على العلاقه دي، اوعي تزعلي على واحد مش راجل، اوعي تزعلي على واحد مش حنين خالص. استعيني بربنا سبحانه وتعالى هتنسي. صلي قولي يا رب، يا رب قلبي بايدك خليني انساه وطلعه من قلبي، هيطلعه والله العظيم هيطلعه. هي مساله وقت على فكره، مساله وقت. واوعي تطلعي من علاقه تدخلي في علاقه تانية عشان تنسي ابدا، مساله وقت. اشغلي نفسك، اشغلي يومك، اشغلي نفسك بدراستك، اشغلي نفسك برياضه، اشغلي نفسك باي حاجه، صلي وادعي كتير. وتاني هقول بلوك لكل حاجه، كل حاجه تتمسح عشان ما تقريش رساله تانية ليه وتفتكريه. وافتكري ان لما تنسي ده هينسى وده هيجبر ده ينسى، فكل حاجه هتتعمل له بلوك. بعد كده لما تشوفيه كانك مش شايفاه، مش هتقدري اصلا تبصي، مش هتقدري اصلا تشوفيه، ولو شفتيه كانك مش عارفاه. كل حاجه بتتنسي. واعرفي ان انتي بعدتي عشان انتي مش حابه، مش عشان زعلانه، لانك لو زعلانه هتتصالحي وانا مش عايزه اتصالح. الفكره كلها ان هو ما كانش ينفعني، هتزعلي شويه وهتنسي، ما تقلقيش.